أهالي الدورة، الوحش الأصفر راح يدخل إلى كل شوارع منطقة الدورة، وراح يتم إزالة كل التجاوزات بالمنازل، بالمحلات، بالمناطق التجارية، بالمناطق السكنية. أتمنى أطب كل شارع بالدورة ألقاه أحلى شارع بغداد. حملة إزالة التجاوزات دخلت إلى عدد من الشوارع، راح تستمر ببقية الدورة؟ كلها مستمرة وما توقف لحد ما نوصل إلى نسبة ترضيك وترضي المواطنين وترضي أهالي الدورة. الناس راضين على حملة إزالة التجاوزات؟ والله راضين. أنا ليش هنا معترضين؟ معترضين احنا، يعني تدري كل واحد عنده تجاوز، وإيش كمية تجاوز تشوفه هو باني على الشارع، مو بس ماخذ حديقة، يعني مو مسيجها بس هو باني. هسه تشوف حضرتك باني حمامات خارجية أو غرف خارجية، والعرض الشارع ترى مو هذا الرصيف بعد 3 أمتار، يعني بعد متر ونص يغاد، فأكيد هو ما يرضى. نسبة إنجاز بمرحلة إزالة التجاوزات بالدورة؟ يعني إن شاء الله هي نسبة من 20 إلى 30%، وإن شاء الله نوصل إحنا 100%. 3 وسائل يتابع الصفحة الرسمية لبلدية الدورة، مفارزنا تفتار بلغة بإنذار، 3 عن طريق السماعات والمكبرات، 4 عن طريق الإزالة، مكتوبة إزالة.